لو انت عارف ازاي تجيب مشاهدات وفولورز كتير جدا وبتكسب مئات الدولارات، نصيحة خوية ما تتفرجش على الفيديو ده. هحكي لك قصة بسيطة. في صيف 2022 كنت بتفرج على التيك توك 8 ساعات كاملين. كنت بحاول احطم الرقم القياسي لاعلى ساعات مشاهدة بدون قلم، لغاية لما قررت قرار ان انا هبقى صانع محتوى على التيك توك والفيسبوك واي منصة ليا. قلت انا عايز ابقى مختلف، مش عايز ابقى زي اللي قبلي، ومش عايز اعمل اي حاجة تستخف بعقول الناس، ولا عايز اعمل ريفيوهات لمطاعم. يا ريتني كنت عملت ريفيو مطاعم. المهم فتحت الكاميرا وحددت الموضوع وبدات اتكلم، واتعلمت بقى اخراج واتعلمت مونتاج، وقعدت اسبوع كامل من غير نوم بحضر في فيديو مدته 3 دقايق بس، ورفعته وجاب في الاخر 10 فيو و3 لايكات منهم والدتي و2 اصحابها. احبطت جدا طبعا وكنت في قمه التاثر، لحد ما سمعت كذا بودكاست وبدات اعرف واحده واحده ايه اللي انا كنت بعمله غلط وايه اللي ممكن احسنه علشان ما اقعش في نفس الاخطاء اللي انا كنت بقع فيها قبل كده. ونهايه القصه انا اهو معاكم على السوشيال ميديا مره تاني، بجرب الطرق اللي انا سمعتها وبحاول ان انا استفاد منها. مش بس كده، بحاول كمان اشاركها معاكم في صوره ملخصات للبودكاستس الكتيره اللي انا سمعتها الفتره اللي فاتت. فاستنوا الفيديو اللي جاي، هقول لكم فيه بالتفصيل ازاي قدرت اكتب سكريبت الحلقه دي، ويعني ايه قصه، ويا ترى هتفيدني في ايه في المحتوى بتاعي. ده كان ملخص بودكاست انا سمعته وعجبني وحبيت اشاركه معاكم. شكرا.